صباح الخير. النهارده حابب اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. موضوع صعب نلاقي حد بيتكلم فيه او هيشرحه لكم بطريقه علميه زي ما درست، والحمد لله يعني اشكر ربنا بفضله ونعم. الفكره كلها في ناس كتيره بتتصل بيا، فاكرين لما اتكلمت على موضوع ان في طاسه على بريمه كذا بتدفع 2% لما بتشتري حاجه اسمها زي ضريبه المشتريات، يعني فانت اشتريت فالدوله بتدفعك ضريبه المفروض هي 9%، ولكن القانون هنا في ايطاليا بيقول لك طالما اول شقه هتدفع 2%، طب لو تاني شقه هتدفع 9%، يعني لو عندك شقه اولى وشقه تانيه هتشتريها فتدفع 9%. طب احنا بنحسب ازاي بعد كده؟ يعني مصاريف الشقه دي بنحسبها ازاي؟ في هنا حاجه اسمها فيزورا كاتاستالي، يعني او الفيزورا ستوريكا، واخدين بالكم؟ دي بتطلع من اوفيتشو كاتاستالي في الكومونه. انا هبقى احط لكم طبعا صوره صغيره ليها من فوق عشان تعرفوها. يعني في حاجه اسمها رينديتا دي كازا، يعني ايه الدخل او المكسب اللي ممكن يجيبه بيتك ده اللي انت اشتريته. دي هنا موجوده، دي يعني غير عندنا في مصر. يعني ليه؟ في الاوفيتشو كاتاستالي بيحدد البيت في المنطقه بالسعر بتاعه عن طريق رينديتا دي كازا، فنقدر نحدد او نقيم البيت ده سعره هيبقى كام، يعني عن طريق المعادله اللي عندنا هنا رينديتا دي كازا. احنا بناخد حضرتك تخش كده تاخد الرينديتا دي كازا دي، هتلاقي مثلا 300 يورو 500 يورو. طبعا بص، كل واحد مشتري بيت يا ريت يدور على الرينديتا دي كازا مكتوبه، يعني رينديتا. فانا هنا عندي مثلا 359 علامه 45 شنتيزمي. دي حضرتك بقى عشان تحسب انت هتدفع قد ايه ضرايب، بتاخدها كده وتضربها في 115 ونص. يبقى ايه؟ بتضربها في 115 ونص. دي يعني تقدر تقول قاعده يعني على اي بيت، يعني تمام. دي بالنسبه للي هيدفع 2%، 115 ونص. ركزوا معايا قوي. بعد ما تضرب المبلغ ده في ال 115 ونص، بترجع بعد كده هيطلع لك مبلغ تاني، مثلا يقول لك مثلا 80,000 يورو، 100,000 يورو، تمام، او 50,000 يورو. شوف انت، اضرب انت، شوف الريندتا عندك كام، واخد بالك، واضربها ايه في 115 ونص، هيطلع لك اجمالي مبلغ 60,000. قول مثلا ال 60,000 حضرتك هتضربهم في 2%، فهتعرف ان انت كده طلع لك كام في المية ضرايب هتدفعها. لحد كده تشيسيامو. طب افرض حضرتك مشتري اول بيت وده تاني بيت، لا، المعادلة هنا اختلفت، مش هنضربهم في 115 ونص. الحكومة هنا بتقول لي تضربهم في 126. يبقى حضرتك لو انت عندك مثلا الريندتا ب 500 ب 400 ب 200 ب 100، في ناس عندها الريندتا بتاعتها ب 150 وب 220، تاخد المبلغ ده تضربه في 100 ايه؟ 26. هيطلع لك التوتال ده فرضا 30,000 40,000، تروح جاي ضربه في ايه؟ بعد كده في 9%، لان دي سيكوندا كازا. وصلت؟ لان احنا قلنا ال 126 بتضربها في حالة تاني بيت، وتضربهم بعد كده المبلغ اللي هيطلع لك تضربه في 9%. يبقى انت كده تقدر تعرف هتدفع قد ايه ضريبة للدولة. اتمنى يكون المعلومة وصلت لكم. تحياتي. انا هحط لكم دلوقتي على الفيديو صورة الريندتا في الكاتاستو، ويا ريت الشرح تبقى انتوا معاكم. يبقى ال 126 بتضربها في الريندتا لو لسيكوندا كذا، لو ده تاني بيت بتشتريه. لو هو اول بيت تشتريه هتضربها فين؟ في 115 ونص. وال 115 ونص الناتج اللي هيطلع تضربه في 2%، فهيطلع لك هتدفع ضرايب قد ايه على العقار بتاعك اللي انت هتشتريه. عشان كده بقول دايما لما حد يروح يشتري بيت لازم يتصل بمهندس تخصصه يعمل الفالوري الكونتابيليتà بتاعت الشقه، هتكسب ايه وبتبيعها بكام، الفالوري بتاعها. تحياتي، وخليك فاكر معايا بتكسب معايا بتربح. مهندس رأفت
رقم تليفوني على الواتساب او تليفون بيرسونالي 351 68 67 662. شكرا، تحياتي، مع الف سلامة.